الموضوع المرتبط بقانون التصفية. قانون التصفية لهذه السنة، أولا الحكومة قدرت أنها تجي داخل الأجل، بمعنى المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالمالية، لقانون المالية، كان كيحدد واحد الأجلات، وهي أنه يجب إيداع هذا قانون التصفية قبل مارس 2024. فاحنا تقريبا دابا على بعد شهر من الأجل المحدد قبل ما تم مارس، فاحنا في الأجل المحدد في القانون لأول مرة. فهذا يؤكد على الجهود اللي كتبذلها الحكومة باش أنه تكون في الأجل القانوني المحددة من طرف هذا القانون التنظيمي، وأيضا من أجل تجويد مختلف الوثائق المرفقة لهذا القانون ديال التصفية الذي سوف يتم إحالته على البرلمان من أجل مناقشته والمصادقة عليه. هذا مؤشر إيجابي جدا على مستوى تدبير المالية العمومية، ومؤشر أيضا إيجابي على الحكامة ديال الحكومة في تدبير الإمكانيات العمومية. فنعاود نرجعوا للسياق ديال 22 اللي تنفذ فيه القانون المالية ديال 22. كتذكروا جميعا بأنه السياق كان مطبوع بالأزمات الدولية وبالإكراهات اللي مرتبطة بالارتفاع ديال معدلات التضخم. فالحكومة كان عندها جوج ديال المهمات أساسية. المهمة الأولى هو مواجهة بشكل استباقي للتقلبات اللي كتعرفها هذه الأسواق الدولية والتداعيات ديالها على المواطنين المغاربة. والشق الثاني هو الشق المرتبط بمواصلة الإصلاحات، ومواصلة الإصلاحات اللي جابتها بلادنا، خاصة في المجال المرتبط بالبنيات الأساسية وتنفيذ الاستثمارات العمومية والحكامة إلى غيرها من القضايا، والرفع طبعا من معدلات النمو إلى غيرها من هذه القضايا. فشنا هو العنوان اللي طبع العمل ديال تنفيذ القانون المالية ديال 2022؟ هو المساهمة ولا الحفاظ على واحد الوتيرة ديال الانخفاض في العجز المسجل كل سنة. وانا نعطي الأرقام. عجز الميزانية اللي كان في 20 هو 7.6. 2020 عجز الميزانية 7.6. في 2021 5.9. في 2022 5.4. إذن هناك واحد المنحى تنازلي لنسب العجز، ولكن لابد نذكروا بعض النفقات اللي كانت استثنائية في سنة 22. 40 مليار درهم التي لم تكن مبرمجة واللي همت بالأساس دعم القدرة الشرائية، المواد الأساسية ودعم الأسعار ديال الكهرباء والنقل إلى غيرها. و13 مليار ديال الدرهم هي اللي ما كانش في قانون المالية ديال 22 إضافية، اللي كانت كتهم تسديد الضريبة على القيمة المضافة اللي كتهم واحد المجموعة المؤسسات والمقاولات. إذن عندنا واحد 53 مليار ديال الدرهم اللي تعبأت، وفي نفس الوقت حافظنا على واحد المنحى تنازلي ديال العجز. بالموازاة مع ذلك، وهنا غنقدم واحد الرقم مهم جدا، تمت المحافظة على دينامية الاستثمارات العمومية، حيث بلغت الإصدارات برسم السنة الميزانية برسم الميزانية العامة للدولة نحو 96 مليار درهم، بزيادة قدرها 14 مليار درهم مقارنة بسنة 2021، وبنسبة إصدار قياسية بلغت 83%. هذا رقم مهم. إذن هنا كنشوفوا بأنه بالإضافة إلى أنه تمت تعبئة الإمكانيات من أجل مواجهة مجموعة من النفقات اللي جابتها الظرفية الاقتصادية اللي كان كيمر منها العالم وبلادنا، بالإضافة إلى ذلك فحافظت الحكومة على واحد المنحى إيجابي للاستثمارات العمومية، وكانت نسبة إصدار ديال 83%. وهذا مهم ورقم مهم جدا. هنا ربما غنذكروا النقاش اللي كان في 22 واللي كان في 23، اللي هو في الحقيقة نقاش إيجابي. واش خصنا قانون مالية تعديلي؟ واش فهذا يؤكد مرة أخرى على أن المنحى الإيجابي اللي تعاملت به الحكومة أكد مرة أخرى في تدبير هذه الأزمات اللي مرت على المستوى الاقتصادي، يؤكد مرة أخرى صوابية هذه الخيارات التي اتخذتها الحكومة. لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر الإعجاب باش يوصلكم الجديد ديال فلاش راديو. فلاش راديو، عينكم التي لا تنام.